السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال. عملت لكم النهاردة بسبوسة القباط. بسبوسة عملتها بالتمر وعملتها قباط عشان خاطر أطفالنا. وبصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، ونزلناها كده في الشغل الجميل. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم، حبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياة. النهاردة هنعمل بسبوسة القباط بالتمر. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهارده على بركه الله: 2 كوبايه سميد تعادل 340 جرام، نص كوب سكر خشن يعادل 100 جرام، نص كوب نشا يعادل 100 جرام، 1 معلقه بيكنج باودر تعادل 10 جرام، 1 كوب حليب يعادل 100 جرام، نص كوب سمنه يعادل 100 جرام، عجوه للحشو او مكسرات، لكن احنا النهارده هنشتغل بالعجوه. والحاجه يا حضرات معانا الحليب اهو مع السمنه بتاعتنا. هنحطها على النار يعني تسخن شويه، مش تغلي، لا يعني عايزينها تتجانس شويه مع بعض وتبقى سخنه مع بعض. الحاجه التانيه هننزل بالسميد بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بالسكر بتاعنا بسم الله، هننزل بالبيكنج باودر، هننزل بالنشا بتاعنا. كل الجاف هيتقلب مع بعضيه كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. هننزل بنص الحليب والسمنه، نبتدي نقلب. ننزل ببقيه الكميه. بعد ما قلبناها تدينا الشكل القمر ده، بنجيب بقى ظرف فانيليا كده بنرشه على وشها ونديها تقليبه، وهنسيبها لمده ربع ساعه، وبعد كده هنغرفها مع بعض. واستسمحكم اللي لسه ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل لايك عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. وهنسيبها وبعد كده نغرفها مع بعض. هنا يا جماعه حطينا 1 كوبايه سكر، 2 كوبايه ميه، باكو فانيليا، سنه قرفه صغيره عشان السيرب بتاع البسبوسه اللي احنا بنعملها على بركه الله. اول ما يغلي معانا هنسيبه يبرد شويه، وبعد كده هنسقي بيه عن اول ما تخرج من الفرن على طول. رجعت لكم تاني. بصوا يا جماعه الموضوع عمل ازاي. هنعبيه في الكيس ده ونصبه مع بعض. بعد ما عبيناه في كيس الحلواني نبتدي نصبه كده. جبنا ورق الكاسات اهو مع الفرم بتاع الكب كيك، ولو انا ما عنديش الفرم دي ممكن نعملها بسلفر او اي حاجه تمشي معانا اهو. بعد ما انتهينا من التعبئه بنعملها كده، بنخبطها كده خبطتين زي ما حضرتك شايفه اهو. بعد كده انا عندي التمر. طبعا التمر ده ممكن احط عليه اي نوع مكسرات، مش مشكله، اي حاجه عندي احطها. طب انا مش عايزه مكسرات، ببتدي احط التمر كده ارصه بالطريقه دي كده. حضراتكم انتهينا من الغرف بتاع بسبوسه التمر. اتعملت بطريقه احترافيه قبات البسبوسه. هندخلها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معانا حوالي تلت ساعه او حسب الفرن بتاع حضرتك. اول ما تخرج من الفرن هنسقيها الشربات السيرب اللي احنا عملناه زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنسوي على بركه الله. زي ما حضراتكم شايفين خرج القمر من الفرن بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله. الشربات عندي سخنه اهو، بنزل عليها كده بسقيها بسم الله ما شاء الله اهو. خليها بقى تطش كده بسم الله اهو. هتديها شربات كفايتها ونرجع لها تاني اهو اهو. واحنا بنسقي اهم شيء الشربات اللي بينزل منها ينزل في حاجه تانيه عشان تاخد راحتها في السقيه ومنبهدلش الدنيا اهو. بنخرجها بالطريقه دي. انا حاططها في 2 ورقه كاسيت، واحده صفرة وواحده بني اهو. الصفرة اللي هتخرج بيها، والبني الكفرنج اللي بره عشان لما تزيد مني ما تبهدليش الدنيا اهو. هنخليها تبرد ونرصها لحضراتكم في طبق التقديم. وعشان الشيف منصور بيحلل حلو، هنجيب بقى شويه فستق وجمال كده تديها شكل وطعم ولون، وبتودي الشكل معانا في حته تانيه. واي حد يضيف عندك مش هيصدق ان انت عاملاها، والله العظيم يقولوا ده جاهزه. فعلا قبات البسبوسه حاجه قمر 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 اهو زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما حضراتكم شايفين قفلنا البسبوسه التمر بسبوسه القباط القمر. وزي ما حضراتكم بصوا بقى الشيف منصور بيحلل حلو. بنحط بقى شويه فستق تاني جنبها كده عشان ناخد ونفرح حبايبنا. ودي كانت نهايه وصفتنا، ودمتم في امان الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.